وخلّيك فاكر دايمًا إن أنت مش بتعمل كده عشان تبدأ مشروع، أنت بتعمل كده عشان تبدأ مشروع يستمر وينمو. عندي فكرة مشروع حلوة وعايز أعرف هي الفكرة دي تستاهل إنها تتنفّذ فعلًا؟ علشان تجاوب على السؤال ده وقبل ما تضيّع فلوسك، لازم تجاوب على 3 أسئلة أو خلّينا نقول 3 اختبارات. أول حاجة الproblem test لازم يكون في اختبار للمشكلة، هل فعلًا في مشكلة حقيقية؟ هل فعلًا العميل بيعاني من المشكلة؟ هل العميل عنده الاستعداد والقدرة إنه يدفع في مقابل إنه يتخلّص من المعاناة من المشكلة دي؟ وهل هو بيحاول يحلّها دلوقتي؟ وهل الفكرة اللي عندك بتحل المشكلة دي؟ لو إجابة الأسئلة دي لأ، يبقى أنت الفكرة بتاعتك ما ينفعش إنها تتحوّل لstartup أو تتحوّل لمشروع. تاني حاجة الmarket test هل السوق اللي أنا هانزل فيه سوق كبير؟ هل بينمو؟ هل في منافسين؟ طب هل عدد المنافسين في السوق ده بيقل والّا بيزيد؟ لإن وجود المنافسين وزيادة عدد المنافسين ده دليل على إن في فلوس في السوق ده، يعني في طلب على المنتج ده. تالت اختبار الcapacity لازم أعمل test للcapacity بتاعتي، هل أنا عندي القدرة المالية إني أنفّذ الفكرة دي؟ هل عندي القدرة التشغيلية إني أقدر أخرّج المنتج ده؟ هل عندي القدرة على الاستمرارية؟ كل دي أسئلة محتاجة إجابات، الاختبارات دي لازم ناخد إجابات الأسئلة دي من الاختبارات دي، عشان نقدر نحدد من البداية هو أنا الفكرة اللي عندي ينفع تتحول لمشروع والّا هي مجرد خيال؟ لو فكرتك عدِّت ال3 اختبارات دي، ابدأ اعمل MVP انزل اختبر بيه السوق، وابدأ عشان تعرف أنت هتكمّل وتستمر إزاي. وخلّيك فاكر دايمًا إن أنت مش بتعمل كده عشان تبدأ مشروع، أنت بتعمل كده عشان تبدأ مشروع يستمر وينمو.